المنظر ده ما يتسكتش عليه خالص، شايفين المنظر عامل إزاي؟ شكله بشع. فأنا قررت بقى إن أنا أعمل ماسك يفتح لي بشرتي وهيبقى فاضل معايا، رُحت داخلة المطبخ، رُحت لامة بقى شوية حاجات كده ورُحت طالعة وعملت ماسك جامد جدًا. خدت معلقة من الدقيق، خدت معلقة من النشا، وبعد كده أخدت معلقة من الزبادي، وخدت معلقة عسل صغيرة مش كبيرة، وفضلت بقى اللي أنا أقلّبهم كلّهم مع بعض، والماسك جامد جدًا. في حاجة هاضيفها كمان، بس لو أنتِ بتتحسسي منها بلاش منها، الماسك ده هيفتح بشرتِك جدًا فوق ما تتخيلي كأنِك حاطة فاونديشن، بس تفتيح بيدوم معاكِ مش مؤقت. فضلت أقلّب، 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 فحطيت بعد كده نقطتين ليمون، نقطتين ليمون لو أنتِ بشرتِك بتتحسس منه أو أنتِ عندِك حساسية منه بلاش منه خالص. طبعًا قبل ما أحط الماسك أنا غسلت وشي بالغسول، ده أي ماسك أنتِ هتعمليه مش الماسك ده بس، لازم إن أنتِ تغسلي بشرتِك كويس، ولو تقدري إن أنتِ تعملي بخار يبقى حلو جدًا. وحطيت زي ما قُلت لكم نقطتين، نقطتين بس من الليمون، وفضلت اللي أنا أقلّبهم كويس مع بعض. لو أنتِ بتتحسسي من الليمون لتاني مرّة بلاش تحطيه، بيفتح لي بشرتي جدًا. لو أنتِ عندِك تصبغات بتبدأ إن هي تقل بالتدريج، ده غير بقى الترطيب اللي بيدّيه للبشرة، والعسل حلو جدًا لأكسدة البشرة وحلو جدًا للتفتيح وحلو كمان يعتبر مضاد حيوي قوي أصلًا العسل، يعني أنا باحبه جدًا، ولو أنا بيطلع لي حبوب في بشرتي باحط عسل على بشرتي ما باحطش حاجة تانية، باحطه على بشرتي كلها وباسيبه وبعد كده باغسل وشي. الماسك ده أنا مش قادرة أقول لكم على جماله، زي ما أنتم شايفين بدأت إن أنا أوزّع وحُطّي منه على رقبتِك، لو أنتِ عايزة تستخدمي الماسك ده لأي منطقة في جسمِك تقدري إن أنتِ تستخدميه، هيفتحها لِك تفتيح فوري ودايم معاكِ، من الماسكات اللي هي ليها نتيجة حلوة، اللي باحبهم جدًا ولو عندي مناسبة باعمله. طبعًا الزبادي يعني مش قادرة أقول لكم على الجمال بتاعه، والماسك كمان ده بيقلل لِك من المسام، يعني بُصّوا أنا مش قادرة أقول لكم على جماله، حلو جدًا للبشرة الدهنية والجافة والمختلطة والعادية لجميع أنواع البشرة، بس لو أنتِ بتتحسسي من الليمون بلاش منه. هاسيبه لغاية ما ينشف خالص، وبعد كده هابدأ بقى إن أنا أفركه أغسل بشرتي بمَيّة فاترة وأرطّب بشرتي بعد كده. أهم حاجة إن أنتِ تعملي الخطوات دي مضبوط. أنتم شايفين طبعًا النتيجة عاملة إزاي، تحفة بجد، يعني بشرتي نطفت وكمان حلو للبثور، ما بيخلّيش عندِك بثور، والنشا أصلًا يعني مش قادرة أقول لكم على الترطيب اللي بتدّيه للبشرة هي والزبادي والدقيق برضه حلو جدًا، جدًا في التفتيح. هاعمل لكم وصفة قريب لتفتيح الأماكن الغامقة اللي في الجسم هتعجبكم جدًا، جدًا، يعني قريب أوي يعني. وكمان إحنا رمضان داخل علينا، فالماسكات دي هتفرق معاكِ جدًا لو أنتِ طبعًا إحنا مش بنحط makeup في الصيام، فهيخلّي بشرتِك تبقى منوّرة كإنِّك حاطة foundation، مش هتحتاجي إن أنتِ تحطي أي حاجة خالص. طبعًا أنتم شايفين جمال الماسك عامل إزاي، فتّح لي بشرتي جدًا، 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 وادّاها ملمس فظيع. بشرتي زي ما أنتم شُفتوا في أول الفيديو كانت عاملة إزاي وأنتم شايفين دلوقتي. أنا هارطّب بشرتي، بارطّب بشرتي بإيه، بالمُرطِّب اللي هو ساتروبانتين أنا باحبه جدًا، كان خلص اللي عندي ولسه جايبة العلبة دي حتى شكلها غريب، يعني جديد، ده الشكل بتاعه الجديد، وسعره حلو مش غالي. لأ أنتِ بقى استخدمي المُرطِّب اللي بيناسب بشرتِك على حسب نوع بشرتِك. أنا استخدمت المُرطِّب ده وبس، خلّصت كده. قولوا لي أنتم رأيكم إيه في الكومنتات، واكتبوا لي عايزين ماسكات لإيه تاني، ولو عندِك مشكلة في بشرتِك اكتبي لي في الكومنتات وأنا هاقول لِك على الحل بوصفة على طول. أهم حاجة ما تنسيش إن أنتِ تعملي لايك وشير، و طبعًا إن أنتِ تكتبي كومنت حلو عشان يفرحني. قولوا لي رأيكم في الماسك إيه، هاستنى رأيكم. أنتم طبعًا شايفين النتيجة، مش محتاجة إن أنا أبيّن لكم أكتر من كده، فتّح لي بشرتي جدًا، خلّاها بتنوّر حرفيًا. ما تنسيش زي ما قُلت لِك تعملي اللايك والشير. إحنا استخدمنا إيه في الماسك بتاعنا، معلقة دقيق، معلقة نشا، معلقة زبادي، و معلقة العسل.